عملها العالمي جون ادوارد. اللحظه اللي انا بصور لك فيها الفيديو دوت حامد حمدان لاعبا جديد في نادي الزمالك رسميا. لو في حد حارب ان الصفقه دي تكون موجوده في نادي الزمالك فهو حامد حمدان، ولا حتى تمسك الزمالك ولا رفض بتروجيت ولا اي حاجه. اللاعب هو رقم واحد في الموضوع دوت. لولا اصرار اللعيب ورغبه اللعيب واللي هو يا الزمالك يا بلاش كان مستحيل ان الصفقه دي تتم نهائي. حقيقي انا مستبشر خير قوي بحامد حمدان، حاسس بجد انه لعيب متمسك وعايز الزمالك لو ايه حصل. يعني انا ما شفتش لعيب متمسك بالزمالك كده من ايام ما طارق حامد في سموحه كان عايز يجي الزمالك وطلع قدام مصر كلها قال انا عايز الزمالك يا بلاش، رغبتي هي الزمالك. حقيقي حاسس ان اللعيب ده بجد زملكاوي وعارف قيمه الزمالك وعارف يعني ايه نادي الزمالك ويعني ايه تحارب عشان تبقى موجود لاعب في نادي الزمالك. عارف كلمه شرف ان انت تكون لاعبا لنادي الزمالك، دي حاجه مش اي حد يعرف قيمتها. عشان كده انا متفائل جدا بصفقه حامد حمدان، وعندي ثقه كبيره في اللعيب دوت ان هو هيكون من اللعيبه اللي هتيجي الزمالك ومش هتخرج دايما من قلوب جماهير نادي الزمالك من الحب الشديد اللي الجمهور حاسه من ناحيه اللاعب للنادي. عشان كده مبروك علينا حامد حمدان. هتسمع الفتره الجايه خلاص الصفقه خلصت واللعيب ان شاء الله يتقدم قريب. ومبروك على الزمالك حامد حمدان، ومبروك على حامد حمدان الزمالك.